بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في قناتكم، قناة أم إسلام للطبخ. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. كما عودتكم بالوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية، اليوم راح نخدموا مع بعضنا خبز الدار بالفرينة دون عجن، وأكيد دون عجن. لا تعجني لا بيديك ولا بالعجانة الكهربائية، حتى في الخلط ما تستعمليش الفوي، تستعملي اليد برك. تبعوا معايا كامل الخطوات وان شاء الله تنجحوا فيه، ويجي بنين 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 وخفيف بنكهة ماء الزهر. وان شاء الله تجربوا الوصفة وتنجحوا فيها، وما تنسونيش البنات بالدعم واللايك وتفعيل الجرس والبارطاج لهذا الفيديو باه يوصل اكبر عدد من المشاهدات. وهذا الفيديو يستاهل مليون مشاهدة انا في رايي، وانتم جربوا الوصفه وراحين تعرفوا علاه قلت هذه الهضره تاع مليون مشاهده، لانه يستاهل اكثر منها. هيا مع بعضنا البنات شوفوا، هذا هو القوام تاعو. لاحظوا خاصه مع صحن مقلي ولا مع جاري ولا مع حليب ولا حليب وقهوه، وتقدروا تستهلكوه حتى وحده. للوصفه لازم نحتاجو باسينه صغيره بلغطه تاعها، ولا بورت مونجي شويه كبيره عندها لغطه. ومن بعد نغربلو كيلو تاع فرينه. لازم نغربلو الفرينه باه يجيكم الخبز خفيف. بعد ما غربلنا الفرينه نحطوها جانبا، نجيبو اناء نحطو فيه 2 مغارف كبار ممسوحين تاع خميره الخبز، ومغرف كبيره تاع سكر، ونضيف لهم نص كاس ماء يكون دافئ، ونخلط مليح المكونات حتى تذوب الخميره والسكر. ونحط هذا الخليط، انا طريقتي نحطها في الكويزينير، نقفل عليهم برك داخل الكويزينير ونخليهم يتفاعلوا. من بعد نضيف 2 مغارف متوسطين ملح للفرينه، ونضيفوا مغرف متوسطه جلجلانيه ولا سينوج، ونضيفوا 18 مغرف زيت. ونخلطوا هذه المكونات مليح باليد حتى تتوزع كامل كمية الزيت على الفرينة. بعد ما وزعنا كمية الزيت على الفرينة نضيفوا مغرف كبيرة ماء الزهر، وهذا هو الخليط. بعد ما تفاعل وأكد لازم يوصل لهذا القوام، لازم الخميرة تتفاعل مليح، وهذا سر من أسرار نجاح هذا الخبز. نخلط باليد، ومن بعد نبداو في إضافة الماء الدافي. نبقاو نضيفوا في الماء الدافي حتى نتحصلوا على القوام المطلوب، وهو ان تكون العجينه تتلاصق بزاف. لاحظوا راني استعملت غير اليد، ما استعملتش حتى حاجه، وما عقدتش هذه الوصفه، وراهي راح تنجح لكم باذن الله تعالى. راني استعملت اليد برك. هذا هو القوام المطلوب. لاحظوا العجينه تكون طريه. لاحظوا هذا هو القوام المطلوب، أؤكد هذا هو القوام المطلوب باه يجيكم الخبز خفيف. نتخلص من العجينة اللي موجودة في اليد ونرجع لكم. نصب مغرف كبيرة تاع الزيت فوق سطح العجينة، نوزعها على السطح، ونغطي العجينة، نقفل عليها مليح ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها. هذه هي العجينة بعد ما اختمرت. الغلق هذاك الجيد يخليها تختمر بسرعة.
ندهن يديا بشويه زيت، لان العجينه طريه ما نقدروش نتحكموا فيها، لازم ندهنوا اليدين بقليل من الزيت. ونقسم العجينه، انا راح نقسمها على 2. عندي صينيه الفرن، عندي زوز، وحده صغيره وحده شويه كبيره على الاخرى. راح ندير العجينه نص شويه كبير ونص اللي بقى اقل من نص الاول، ونحط العجينه في الصينيات الفرن ونخليها ترتاح 1 دقيقه هكاكا بركه، ومن بعد نحل باليدين. يكون سمك العجينه عند الحل 2 سنتيمتر. من بعد نجيبو مباشره نجيبو بيضه ونحطو فيها قطرات من الزيت، نخلطو مليح وندهنو سطح الخبز. قطرات الزيت اللي نضيفوها للبيضه تعطينا لمعان لسطح الخبز. ونرش قليل من السينوج والججلانيه. ونحط الخبز مرة أخرى يختمر مدة ربع ساعة إذا كان الجو ساخن، ومدة 20 دقيقة أو 25 دقيقة إذا كان الجو بارد. بعد ما نشكل الخبز نحطه في بلاصة تكون دافية، ولا أنا طريقتي الكويزينيير تكون طافية، نحط في وسطه هذا الخبز ونخليه يختمر. إذا كان الجو سخون، اذا كان الجو بارد ندفي شويه الكويزينير ومن بعد نطفيها ونحط فيها الخبز يختمر. بعد ما اختمر الخبز نطيبه ونغطيه، بعد ما نخرجه من الكويزينير نغطيه وما نستهلكوش وهو سخون وما نقصوش وهو سخون. لاحظوا البنات، بعد ما برد الخبز في هذه المرحله نقدروا نستهلكوا الخبز. شوفوا البنات النتيجه اللي تحصلنا عليها، خفيف هواء وما عجناش خلاص. هذا الخبز بمكونات بسيطة بطريقة سهلة وسريعة، ما استعملناش لا عجانة كهربائية ولا عجن باليد ولا حتى الفوي، خاصة النساء المبتدئات ولا النساء العاملات وحتى النساء اللي ما يقدروش يعجنوا المرضى. هذه الوصفة انا متأكدة راح تولي معتمدة عندكم. كي تعودوا تطيبوا فيه البنات ريحة ما الزهر مفحفحه الدار، ومن بعد كي تذوقوه راه يجي بنين ما تشبعوش منه. انا نهار نخدم هذا الخبز ولادي رايحين جايين على الكوزينه حتى يكملوه. ساعات نحب نحطه مثلا في الغداء ولا في العشاء يلقاه قريب يفرغ ولا فرغ. جربوا البنات هذه الوصفه وان شاء الله تنالي اعجابكم وتولي معتمده عندكم. وما تنسونيش البنات بالبارطاج والدعم باش تطلع قناتي بفضلكم. وعلاش لا، علاه تبخلوا فيا؟ دعموني كما تدعموا في القنوات الاخرى. جربوا الوصفات هي اللي راح تحكم عليا انا كان وصفاتي ناجحه ولا مش ناجحه، وعطوني الفرصه كما عطيتوها للناس الاخرين والقنوات الاخرى الجزائريه والغير جزائريه. هذا هي الوصفه البنات اللي خدمناها مع بعضنا، وصفه اقتصاديه بدون جهد، توجد في وقفه تصلح لأي وحدة سواء كانت مبتدئة ولا عاملة ولا مريضة ما تقدرش تعجن. هذه الوصفة هذه هي اللي تنجح لكم بحول الله تعالى. شوفوا والصورة خير دليل، خفيف خفيف ريشة وبنين واقتصادي ويوجد في وقفة. هيا أختي الفاضلة وقفي دركة بركة وروحي مباشرة لهذه الوصفة أخدميها ورجعي لي بالخبر. وإلى الملتقى في وصفة أخرى بحول الله تعالى، وتهلاو في رواحكم. سلام.